حرب أكتوبر هي الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة التي شنتها كل من مصر وسوريا بدعم عربي عسكري وسياسي واقتصادي على إسرائيل عام 1973 ميلادياً. بدأت الحرب في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 الموافق ليوم 10 رمضان 1393 بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصري والجيش السوري على القوات الإسرائيلية التي كانت مرابطة في سيناء وهضبة الجولان. وكادت الحرب أن تؤدي إلى مواجهة بين القوتين النوويتين العظمتين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وقدمت كلا الدولتين المساعدات لحلفائها أثناء الحرب. هدفت مصر وسوريا إلى استرداد الأرض التي احتلتها إسرائيل بالقوة بهجوم موحد مفاجئ في يوم 6 أكتوبر الذي وافق عيد الغفران اليهودي. هاجمت القوات السورية تحصينات وقواعد القوات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، بينما هاجمتا لقوات آل مصريت تحصينات إسرائيل بطول قناة السويس فيع مقشبها جزيرة سيناء. وقد نجحت سوريا ومصر في تحقيق نصر لهما، إذ تم اختراق خط بارليف الحصين خلال 6 ساعات فقط من بداية المعركة. من أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترداد جزء من أراضي شبه جزيرة سيناء. ومن النتائج الأخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتي كان يقول بها القادة العسكريون في إسرائيل، كما أن هذه الحرب مهدت الطريق لاتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الذي عقد بعد الحرب في سبتمبر 1978 على إثر مبادرة الرئيس السادات في نوفمبر 1977 وزيارته للقدس. وأدت الحرب أيضا إلى عودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975. شكرا لمتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.